انا ضيعت شهور وانا بتعلم الفوتوشوب بس، وبعدين اكتشفت ان المشكله ما كانتش في الفوتوشوب اصلا. كنت فاكر ان كل ما اتعلم اداه جديده تصاميمي هتكون افضل، لكن في الحقيقه ده ما حصلش. تصاميمي كانت وحشه قوي. كنت بتعلم البرنامج، ما كنتش بتعلم التصميم. ما كنتش بتعلم الاساسيات القويه فعلا اللي تخليني اعمل تصميم فعلا مظبوط. وده اللي خلاني اعمل لك فيديو كامل ما فيهوش تعريفات ممله، بشرح لك فيه ليه كل اساس بيغير شكل التصميم وازاي تستخدمه في اي شغل بتعمل. الناس اللي لسه داخله دلوقتي، احنا لسه ما عملناش اي حاجه ولسه ما ابتديناش. احنا لسه فاتحين البرزنتيشن اهو، لسه هنتكلم عن التصميم. ايه هو التصميم وليه مهم بالنسبه لنا؟ التصميم باختصار خالص هو فن توصيل فكره او رساله باستخدام عناصر بصريه. يعني انا عاوز اوصل رساله لاي حد، بستخدم عناصر بصريه شكلها كويس وفي المضمون ممتازه عشان اوصل رساله معينه. تمام. العناصر البصرية دي بتتكون من إيه؟ ممكن تتكون من ألوان وخطوط وصور وأشكال. يا إما صورة، ممكن أقدم الرسالة دي في هيئة صورة بس متصورة بكاميرا عادي بكل بساطة. يا إما ميكس ما بين كل ده، ألوان وخطوط وصور وأشكال. تخيل كده إن إحنا دخلنا سوبر ماركت أو مكان فيه منتجات. المنتجات دي مفيش عليها اي ليبل ولا عليها اي صور ولا عليها اي الوان ولا اشكال ولا اي حاجه خالص. هميز المنتج ده ازاي؟ او هعرف المنتج ده اصلا بتاع مين ازاي، او بتاع البراند ده إيه ازاي؟ ومن هنا بقى تبتدي فكره احنا ليه بنعمل اصلا التصميم، وليه بيكون الوان وخطوط وصور واشكال. ليه بيكون كل ده موجود في التصميم؟ وايه اللي بيخلينا ان احنا نعمل ده؟ بنعمل ده عشان نميز كل حاجة قدامنا، أو نوصل الرسالة للشخص اللي هيشوف أصلا المنتج بتاعنا، أو هيشوف التصميم، أو هيشوف الجرافيك بشكل عام اللي إحنا بنعمله، أيا يكن نوع الجرافيك في إيه. حتى لو يو إكس يو أي، براندنج أو أي حاجة. طبعا اللي مش فاهم المصطلحات اللي إحنا بنتكلم فيها مش أي مشكلة. آخر السيشن اللي حابب يسأل عن أي حاجة اسأل وأنا هجاوب عليها إن شاء الله. طيب، الجزء اللي بعد كده حابين ان احنا نتكلم عن حاجه مهمه، وهي اهم حاجه في الجرافيك قبل ما اشتغل في تخصص معين، او قبل اصلا ما افهم انا هشتغل ايه في الجرافيك ده ولا هعمل ايه. انا هفهم اساسيات تصميم. الاساسيات هي حبه حاجات كده بالبلدي، حبه حاجات صغيره لازم ان احنا نكون عارفينها ايا يكن المجال اللي انا هشتغل فيه. اول حاجه عندنا هم العشر حاجات دول، الاساسيات. والعشر حاجات دول من اهم حاجه طبعا، وهنتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل. طبعا عندنا التوازن والتباين، التسلسل والتقارب والتناسب، التكرار، محاذاه، تخطيط، والتيبوجة في الخطوط والالوان. نتكلم عن كل واحد بالتفصيل. التوازن بكل بساطه خالص ان انا يكون عندي التصميم شبه الميزان. لو حملته من ناحيه، الناحيه الثانيه هتقلب. لو الميزان عندي حطيت فيه جزء الجنب اليمين مثلا مليان قوي، الجنب الشمال هيكون فاضي بالشكل ده، كأن الميزان مش مظبوط. فلازم التصميم يكون بالانس، يعني متوازن، مظبوط من اليمين ومظبوط من الشمال، او مظبوط من فوق ومظبوط من تحت. والتوازن عندنا نوعين: في توازن سيمتري، في توازن اسيمتري. يعني ايه؟ في توازن متماثل وتوازن غير متماثل. يعني الجنب اليمين ممكن يكون قد الجنب الشمال بالظبط، والجنب اليمين وممكن الجنب اليمين ما يكونش قد الجنب الشمال بالظبط، عادي، بكل بساطه. يعني زي مثلا هنا كده، عندنا هنا مثلا كده، ده الجنب ده مش قد الجنب ده بالظبط في الشكل، لكنه متوازن. في الحجم قد بعض، لكن في الشكل مش شبه بعض. هنا العكس، ده متماثل، توازن متماثل. التوازن المتماثل هو ان الجنب اليمين يكون قد الجنب الشمال في الشكل، في الحجم، في كل حاجه. هو انا جبت جزء كده وعملت له فليب الجنب الثاني، عكسته بس الجنب الثاني، فبقى متوازن من اليمين وبقى متوازن من الشمال. دي اول نقطه عندي.
الهدف ان انا اخلي العين اللي بتتفرج تحس براحه، كل حاجه متوازنه في التصميم وشكلها ممتاز. مثلا لو جبنا مثال بس بسيط خالص، اول اول سلايد اللي احنا شغالين عليه ده، الجنب اليمين ده فيه جزء مربع كده او جزء مستطيل، وهنا الجزء ده الجزء الثاني ده برضه جزء مستطيل. فانا حاولت ان انا اوازن، اعمل بس خط هنا كده، اوقف التصميم هنا، اوقف الصوره هنا. فانا حاولت ان انا اوازن الجزء ده بالجزء ده، كده عملت توازن في الصوره، خليت الجنب اليمين قد الجنب الشمال الى حد ما. لو جيت بصيت على الجزء ده كده، الحته دي هتلاقيها قد الحته دي بالظبط. فانا كده عملت توازن في الصوره، عشان العين اللي بيشوف واللي بيتفرج يكون عينه حاسه براحه في الصوره، مش مشتته في كذا حاجه. تمام، او ما يكونش التصميم مايل بشكل عام. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده بكل بساطه، هي الكونتراست. الكونتراست يعني التباين، ازاي اخلي عنصر باين في التصميم عن عنصر تاني. وطبعا الموضوع ده له طرق كتيره جدا. التباين دي 50,000 حاجه زي ما بتقول كده. في تباين بالحجم، تباين بالشكل، تباين باللون، تباين بعنصر معين، تباين بحاجات كتيره جدا. طيب بالراحه كده، ازاي تخلي عنصر معين يطلع قدام عن الباقي؟ انا دلوقتي في التصميم ده، عشان اخلي الشاشه دي واضحه، فانا كبرت حجمها قوي عن اكبر حاجه عن 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 حاجات كتير في التصميم. عن الباك جراوند، اكبر حاجه في الباك جراوند هي الشاشه، وبعدها التكست، وبعدها الحاجات الصغيره الشعار والكونتنت، وسائل الاتصال. فانا عشان ابين الشاشه، جايه من التباين، ان انا عشان ابين الشاشه فانا عملتها كبيره، ده تباين بالحجم. تمام، نفس الكلام هنا، ده تباين بالشكل وباللون، بالحجم وباللون اقصد، للشخص. عشان اخلي الشخص ده باين بحجم، كبرت الحجم بتاعه في التصميم عشان يبان اكتر، وكمان غيرت لونه. لو انا كنت خليته بنفس لون الباك جراوند، بنفس اللون، ما كانش هيكون باين. نفس الكلام هنا في التكست الابيض ده، حكم في جوالك، انا عشان اخليه باين فانا عملته بلون مختلف يكون فاقع، يبان اكتر ما بينه وبين الخلفيه. تمام. آه، انواع التباين هي جمع فاتح، كبير وصغير، تخين ورفيع، اي حاجه مختلفه على غيرها هتشد العين تلقائيا لوحدها. اعمل حاجه تكون مختلفه عن الباك جراوند او تكون مختلفه عن اللي جنبها، هيبقى فيها تباين ما بينها وبين الثانيه. تمام. ثالث حاجه التسلسل الهرمي والفيجوال هيراركي. الفيجوال هيراركي من الحاجات المهمه قوي اللي دايما بنستخدمها في التصاميم، ودايما بنشتغل بيها، وحاجه مهمه جدا. لو التصميم بتاعك عباره عن قصه، فالتسلسل البصري هو ترتيب المشاهد. انا برتب المشاهد في القصه بتاعتي، ازاي برتبها جوه التصميم. تمام. لازم تحدد ايه اول حاجه العين تشوفها، وايه تاني، ايه تاني حاجه، وهكذا. يعني هنا مثلا اول حاجه عينك لازم تيجي عليها الجمله دي، انت هتقرا دي، وبعد كده دي، وبعد كده دي. ده اسمه الفيجوال هيراركي، التسلسل البصري. انا عملت تسلسل لعينيك، ان هي تروح للجمله دي الاول تقراها، وبعد كده تقرا الجمله دي، وبعد كده تقرا الجمله دي. طيب وبالنسبه للتباين، فانا دمجت كده حاجتين في بعض، حاجتين اساسيه في بعض. التباين ان اللون الابيض متباين عن اللون الاصفر، فهو اول حاجه انت هتيجي عينك عليه مع التكست اللي هو انت هتقرا دي. تمام. وطبعا اللون الاسود متباين جدا عن اللون الابيض وعن اللون الاصفر، فبالتالي برضو عينك اول حاجه هتيجي عليه. فده التسلسل البصري ما بين العناصر وما بين الكونتراست كمان، ان انت عينك لازم تيجي على حاجه الاول، وبعد كده الحاجه اللي بعدها، وبعد كده الحاجه اللي بعدها، فهي متسلسله. نفس الكلام هنا، انت ممكن اول حاجه عينك تيجي عليها الكلمه دي رز، وبعد كده هير كات، وبعد كده الكونتاكت او الصوره بتاعته. ان هي اكبر حاجه واكثر حاجه متباينه هي الصوره، هي الجمله، وبعد كده الحاجات اللي كلها صغيره. تمام. نيجي
الاساس الرابع هو التقارب. التقارب ان انا لازم يكون عندي كل مجموعه في التصميم او كل حاجه مرتبطه ببعضها في التصميم تكون قريبه من بعضها بكل بساطه. بكل بساطه لازم كل مجموعه كده تكون قريبه من بعضها، اي عناصر شبه بعض او لها علاقه ببعض لازم يكونوا قريبين من بعض بكل بساطه. يعني مثلا لو العنوان مع الوصف، العنوان ومع الوصف، لو انا كاتب العنوان ده الصيانه الدوريه تتضمن لك مثلا حياه سعيده، فحياه سعيده دي هي دي السب تايتل او الوصف بتاع العنوان، فلازم يكون تحته على طول، ما يكونش بعيد عنه. يعني انا لو كتبت العنوان هنا وكتبت حياه سعيده تحت كده عمر ما حد هياخد باله منها ولا هيعرف ان هي اصلا تبع العنوان، فلازم يكونوا قريبين من بعض. مثلا السعر والزرار، لو انا عامل بطن كده معين وكاتب فيه السعر 25 مثلا، 25 كذا جنيه، فلازم 25 جنيه والزرار بتاعها ده يكونوا تحت بعض او مع بعض بشكل عام، لازم يكونوا قريبين من بعض، الايقونه والنص. زي هنا مثلا التحقيق اللي احنا عملناه ده عشان تشوفوا كده معايا، زي هنا الجمله بتاعت الصيانه الدوريه تتضمن لك تحتها مستطيل، فالمستطيل ده تبعها. لو انا حطيت المستطيل ده بعيد هنا لازم، هل هتعرف اصلا ان المستطيل ده تبع الجمله؟ اكيد لا. حاجه كمان مثلا هنا استمرار عمل الكاميرات دي والجمل دي كلها، الانفوجراف ده، الانفوجراف ده لو انا حطيت جمله هنا وجمله هنا وجمله هنا وجمله هنا هيبقوا بعيد قوي عن بعض، فانت بالتالي اصلا مش هتقدر ان انت تقراهم ولا تعرف هما تبع بعض ولا مش تبع بعض. هنا عندي بعض الانواع من الاونلاين، طبعا هنا زي ما شايفين كده الحاجات بعيده عن بعضها، فده ميكس الاونلاين ده وحش جدا وسيء. تمام. انا عندي هنا بور الاينمنت، المخزنه نفسها بعيده عن بعضها شويه بس، ودي المحاذاه مظبوطه كلها جنب بعضها زي هنا كده، تلاقي كل حاجه متجمعه مع بعض. هي حته المحاذاه دي احنا لسه ما شرحناش، بس انا يعني حاولت ان انا اقرب لكم الموضوع عشان حته المحاذاه هي قريبه من التقارب. تمام. القاعده اللي بيتجمع بيتين، يعني لو انا مجمع كل العناصر دي مع بعضها، حضرتك وكل الناس اللي بتتفرج اصلا على التصوير او بتشوف اللي انا بعمله هتفهم ان الحاجات دي كلها مع بعضها كده وعنصر واحد وكتله واحده. نيجي الحاجه اللي بعد كده المحاذاه. ما ينفعش كل عنصر في التصميم يبقى طالع بس، يعني ما ينفعش اجيب المستطيل ده احطه هنا زي ما شرحنا هنا كده الجزء بتاع المحاذاه ده، ما ينفعش اجيب ده احطه هنا واجيب ده احطه هنا وده جزء وده جزء وده في مكان وده في مكان. لازم كل حاجه تكون معمول لها محاذاه مع بعضها، يا اما محاذاه هوريزونتالي يا اما محاذاه فيرتيكالي، يعني حاجه يا اما محاذاه بالسطح يا اما محاذاه بالعمود، يا كده يا كده. زي هنا مثلا في التصميم ده كل العناصر على خط واحد هنا كده، كل ده على خط واحد، فانا كده عملت له محاذاه. هنا مثلا عملت دول كلهم محاذاه، عملت له محاذاه على خط واحد ان هم يكونوا ماشيين كده على نفس الخط ده، ايا يكن بقى الخط ده حتى لو خط واحد. وهنيجي بعد كده للجريد والعناصر الوهميه، طبعا هي حاجه مهمه لسه هنشرحها قدام ان شاء الله، وهي دي اللي بتظبط كل حاجه في المحاذاه. ان هو احنا بنرسم خط كده بيكون وهمي بنرتب عليه كل العناصر او بنرص عليه كل العناصر عشان كل حاجه تكون مظبوطه. تمام. آه رقم 6 عند التكرار. التصميم الناجح بيحب التكرار الذكي، تكرار الوان خطوط الاشكال او ستايل معين بيخلي التصميم مترابط. لو بنشرح على التصميم ده فهي جزئيه بسيطه بس هتفرق في الصوره او هتفرق في التصميم اللي انت بتشتغل عليه. ان انا بكرر عنصر معين او بكرر عناصر معينه في التصميم. يعني عندي مثلا هنا، انا هنا عندي الشعار بتاعي. تمام. عشان اخلي التصميم متماسك اكتر وما يكونش فاضي، فانا اخدت جزء من الشعار او نمط الشعار وكررت هنا، ده كده اسمه تكرار. انا كررت نمط بس
او جزء صغير من الشعار بتاعي في نفس التصميم او في نفس الصوره، عشان يخلي التصميم متماسك ومظبوط. فده مبدا التكرار، هو مبدا احنا ما بنستخدموش كتير جدا يعني، بس بتفهمه عشان تقدر توازن ما بين الشغل اللي انت بتعمله. لو جيت هنا كده هتلاقي ده جزء صغير كده من الشعار، انا اخدته وكررته هنا تاني، رسمته هنا تاني، عشان بس اوازن ما بين الجزء ده وما بين الجزء ده. فعملت ده بالتكرار، ان انا كررت جزء من هنا بدل وحطيته هنا، بدل ما اجيب حاجه خارجيه من بره اصلا التصميم او من بره الصوره عشان اعزز بيها الصوره بتاعتي. لا، انا خدت حاجه من داخل الصوره بتاعتي وكررتها عشان اوازن ما بين ده وما بين ده. طيب، رقم 7 واخر حاجه معانا في البرزنتيشن ده هي التناسب. انا بناسب العناصر في التصميم. ما ينفعش يكون عندي مثلا عربيه زي دي ويكون شكلها صغير خالص، قد الجزء ده كده على الطريق، لانه مش منطقي، مش منطقي ومش مظبوط ان العربيه تكون عندي صغيره بالشكل ده والسياره دي تكون صغيره عندي بالشكل ده، لان الطريق عندي كبير. فانا لازم اناسب حجمها مع الطريق، او اناسب حجمها مع الصخور دي. لو الصخور دي شكلها كبير قوي، او هي في الميدل كده دلوقتي، احنا عندنا 3 حاجات في الصوره: فور جراوند، ميدل جراوند، باك جراوند. قدام الكاميرا قوي، قدام الكاميرا بالشكل ده طبعا بيكون معمول له بلور كده وعليه فوكس، وعليه بلور يعني، ده بيكون اسمه الفور جراوند. الحاجه اللي بعدها اللي في النص، في نص التصميم كده تقريبا، دي بيكون اسمها ميدل جراوند، نص التصميم. واللي ورا خالص زي السما والحاجات اللي ورا خالص والهيز والكلام ده، ده ده الباك جراوند ده. تمام. انا بشرح كذا حاجه مع بعض بس عشان افهمكم الموضوع بيكون ماشي ازاي. فحته التناسب دي، ان انا كل حاجه لازم تكون عندي متناسبه وتكون حجمها مظبوط فعلا. يعني انا مثلا عندي الجزء بتاع المنطاد ده، لو هو عندي قدام هنا في الفور جراوند، هل ده هيكون حجمه؟ لا طبعا، هيكون حجمه كبير قوي، فما ينفعش اخليه بالحجم ده وهو بعيد قوي في الباك جراوند. تمام كده، وصلت حته التناسب دي. نفس الكلام برضو هنا العربيه عندي عشان قريبه قوي من الكاميرا، فبالتالي حجمها كبير واخده جزء كبير من الصوره. يعني الحته دي هي الفور جراوند، ده الميدل جراوند، بس هي قريبه قوي للفور جراوند، حته صغيره ما بينها وبين الفور جراوند، فبالتالي حجمها كبير. حجمها كبير عشان حاجات كتير، عشان الكونتراست، عشان اتجاه، عشان لونها هيكون مختلف عن الباك جراوند، حاجات كتير. بس هي الفكره كلها، انا بتكلم دلوقتي عن التناسب، فانا بقول لك ان ده متناسب مع المشهد عشان يكون حجمه كبير. تمام. طبعا كل الاساسيات، احنا لما بنيجي نصمم صوره او بنيجي نشتغل في الجرافيك بشكل عام، كل الاساسيات دي بتندمج في المشروع اللي احنا شغالين عليه او في الصوره اللي احنا شغالين عليها. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن التناسب والتقارب والمحاذاه، حاجات كتير اغلبها ممكن تشوفها في تصميم واحد. يعني هنا مثلا تشوف الكونتراست، اللون ده لون مختلف عن الباك جراوند، ففي كونتراست ما بينه وبين الباك جراوند فباين. تمام. تاني حاجه التناسب، هو متناسب على الطريق، مش صغير ومش كبير، وفي نفس الوقت عشان في الميدل جراوند فحجمه متناسب مع الباك جراوند. احنا بنركز العين على حسب الحاجه اللي احنا محتاجينها. يعني انا دلوقتي محتاج اركز العين مثلا على الطياره، فانا بصفر السياره عشان اعمل لها تباين بالحجم واخلي العين تيجي عليه. واهم حاجه زي ما شرحنا حته الفيجوال هيراركي دي، هي الحته دي اهم حاجه. انا هعمل ايه؟ خلي المشاهد يشوفه الاول، مش شرط يكون في النص. يعني انا مثلا احنا لسه هنشرح قدام الكومبوزيشن والتكوين بشكل عام، وهتعرف ازاي تكون المشهد، وهتعرف يعني ايه رول اوف ثيرد، جولدن ريشيو، هتعرف القواعد نفسها بتاعت التكوين هتكون شكلها عامل ازاي، وهتعرف مش شرط ان العنصر يكون في النص، ومش شرط يكون كبير اصلا عشان العين تروح له. ممكن العنصر
يكون في مكان كده. لو احنا راسمين مكان كده وراسمين عنصر بس صغير هنا، هو ده اللي العين هتروح له قبل اي حاجه هنا، طالما هو بس اللي هنا. تمام.